تعالوا نحكي حكاية 2 موظفين شغالين في شركة قابلتهم مشكلة، فكروا يحلوا المشكلة دي، ودي كانت البداية لشركة عملاقة. هنتكلم النهاردة عن شركة كريم، ازاي تحولت من أزمة مواصلات إلى مليارات الدولارات. يلا نبدأ الحكاية. البداية كانت سنة 2012 في دبي. مدثر شيخة أمريكي من أصل باكستاني وماجنس أولسون السويدي كانوا شغالين مع بعض في شركة ماكنزي العملاقة كمستشارين إداريين. كانوا دايما بيتأخروا على الاجتماعات بسبب السيارة اللي بتنقلهم للشركة. فكروا يحلوا المشكلة دي، خاصة إنها موجودة في شركات كتير، وفعلا خطروا واستقالوا من وظيفتهم وأنشأوا كريم بفلوسهم الخاصة. كانت عبارة عن موقع ويب بيتيح للشركات إنها تحجز سيارات لنقل الموظفين، حل مباشر للمشكلة اللي عانوا منها بدون أي تعقيد. بدأ التطور يحصل تدريجيا، وبدأوا يشتغلوا كمان كرايد شيرينج بالشكل اللي نعرفه دلوقتي، إن أي حد يقدر يحجز سيارة، بس ده كان لازم له رأس مال كبير. وبالفعل بدأوا يتحركوا. في سنة 2013 بدأوا أول جولة تمويلية، وقدروا يحصلوا على 1.7 مليون دولار من STC Venture. وفي نفس السنة استحوذوا على شركة عنوان السعودية، دخل معهم عبد الله إلياس كشريك مؤسس، وكانوا بالفعل موجودين في الوقت ده في السوق السعودي. في سنة 2014 بدأت الجولة التمويلية الثانية، وجمعوا 10 مليون دولار من مجموعة التيار للسفر و STC Venture. في سنة 2015 أعلنوا عن الجولة التمويلية الثالثة بقيمة 60 مليون دولار، وده كان بيعكس الثقة المتزايدة في نموذج العمل بتاع الشركة دي. في سنة 2016 كانت سنة انطلاق كبيرة للشركة. توصلت كريم لاتفاق مع حكومة دبي أنها تسمح للعملاء أنهم يحجزوا جميع سيارات الأجرة والليموزين العاملة في دبي عن طريق التطبيق. في ديسمبر أغلقت كريم جولة التمويل الرابعة بقيمة 350 مليون دولار، وصلت معاها الفاليويشن بتاع الشركة إلى مليار دولار، وبكده تكون أول شركة نشأة يونيكورن في الشرق الأوسط. في سنة 2017 أطلقت كريم عملياتها في فلسطين. في سنة 2018 أطلقت عملياتها في بغداد، وتوسعت لتشمل النجف وأربيل. استحوذت على منصة راوند منيو، وهي منصة إدراج لمطاعم وطلب الطعام. في فبراير جمعت الشركة 200 مليون دولار في جولة تمويلية بتقييم يصل إلى 2 مليار دولار. أعلنوا عن خدمة كريم باص في القاهرة، ولكنها توقفت في أوائل 2020. بدأوا يشتغلوا في توصيل الطعام بإطلاق خدمة كريم ناو، وفي نهاية السنة جمعوا 200 مليون دولار تاني من المستثمرين الحاليين. مع توسع كريم في المنطقة العربية وضخ المستثمرين أموال ضخمة، كان في منافس قوي عالمي بيطارد كريم، ألا وهو أوبر. ولكن كريم بذكاء وفهمها لطبيعة السوق في المنطقة العربية قدرت تخلي المنافسة دي لصالحها. طيب ازاي؟ اولا عملوا دعم للغة العربية في التطبيق، عملوا مركز خدمة ناطق باللغة العربية، وبالتالي كانوا فاهمين جدا العملاء بتوعهم كويس وقادرين على حل اي مشكلة. كمان في النقطة الفاصلة انهم اتاحوا الدفع الكاش اللي كان غير متاح في اوبر وقتها، وده خلاهم ينطلقوا بقوة وسرعة في اسواق كتير، يكسبوا عملاء اكتر. كانوا بيخافوا من عمليات الدفع اونلاين لان الثقافة دي ما كانتش منتشرة زي دلوقتي. ووصلنا العام 2019 اللي حصل فيه صفقة استحواذ من اوبر على كريم مقابل 3.1 مليار دولار امريكي. وصلت كريم العمل كشركة مستقلة تحت علامتها التجارية كريم. استحوذت على شركة سياكل الناشئة في دبي اللي بتتيح مشاركة الدراجات، وأعيد تسميتها لاحقا بكريم بايك. في سنة 2020 أعلنت كريم عن تسريح 31% من الموظفين بسبب تأثير كوفيد-19. أطلقوا خدمة توصيل البقالة السريعة كريم كويك. في عام 2022 أطلقوا كريم باي، وهي محفظة رقمية لتحويل الأموال، وبالتالي تحول كريم من حجز سيارات إلى السوبر آب. في عام 2023 تم فصل أعمال السوبر آب في كيان قانوني جديد. استحوذت شركة E&D الإماراتية على حصة أغلبية أكثر من 50% مقابل استثمار قدره 400 مليون دولار. استمرت أعمال حجز المركبات تابعة كاملة لأوبر، والجزء الثاني اللي هو السوبر آب كان فيه E&D اتصالات الإمارات وأوبر والمؤسسين لشركة كريم. في عام 2025 وسعت كريم باي خدمات التحويل المالية ل 18 دولة أوروبية إضافية. كريم ظهرت في البداية لحل مشكلة بسيطة في المواصلات، وصلت إلى شركة بمليارات الدولارات، وتوسعت في أسواق كتير جدا
وطوروا من شغلهم، ولسه كل يوم لحد دلوقتي بيطوروا وبيضيفوا حاجات كتير. تحولت من كريم لحجز المركبات لدلوقتي كريم السوبر آب.